السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا جدا. أنا سومة ودي قناتي وصفة ومعلومة مع سومة. النهاردة بقى عشان عايزة أصالحكم، اتأخرت عليكم شوية معلش، بقى عندنا امتحانات والمدارس بدأت فبقيت مقلة جدا في التصوير. النهاردة بقى حبيت أحلي معاكم، هنعمل تحلية سهلة وسريعة جدا. هنعمل كيكة من غير دقيق ولا بيض ولا سمنة، زي ما سمعتي، من غير دقيق ولا بيض ولا سمنة ولا سكر حتى. يا ترى هنعمل ايه؟ بصوا خمنوا لحد ما تشوفوا بقيه الفيديو. انا هسيبكم دلوقتي تصلوا على النبي وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بكل حاجه انا بعملها جديده، وتنزلوا تصلوا على النبي. وفضلا منكم وليس امرا تترحموا على ابي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم موات المسلمين اجمعين. ومش هطول عليكم، يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه الكيكه اللي من غير دقيق ولا بيض ولا لبن. هنعمل مع بعض النهارده كبات زي ما انتم شايفين. بس ايه الكبات بقى دي هنعمل بيها ايه؟ ده اللي هتعرفوه كمان شويه. يلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. يلا نسمي الله ونشوف مقادير كب الاوريو عباره عن ايه. بصوا زي ما انتم شايفين، ده الاوريو، بسكوت الاوريو اللي هي الكيس اللي بيبقى فيه 6 وحدات من اوريو بوريو، اي حاجه فيها اوريو، يعني اي حاجه فيها بسكوت اوريو، اي بسكوت عندك بالشوكولاته زي ده. انا استخدمت الكيس زي من الكيس ده، بصوا فيه 6 اهم، 2 4 6. استخدمت منهم 6 اكياس، ضربتهم ونعمتهم كويس جدا جدا في الكبه بتاعتي. ده اول مكون معايا اللي هو بسكوت الاوريو، ضربناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تاني مكون معايا ده حليب، حوالي كوبايه من الحليب. بس انا عشان ازود القيمه الغذائيه، شايفين ده عسل، حطيت فيها معلقه عسل نحل عشان ازود القيمه الغذائيه لولادي، عشان خاطر يستفادوا اكتر من من الوجبه بتاعتنا. وتالت مكون معانا ضيف الشرف الاساسي معانا اللي هو كيك شيف او بيكنج باودر. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحط معلقه كبيره من البيكنج باودر على الدقيق بالاوريو بتاعي او البسكوت الاوريو بتاعي اللي انا ضربته كويس في الخلاط. بصوا انا خدت معلقه مليانه من البيكنج باودر او كيك شيف او اي بيكنج باودر عندك، بس يكون نوعه كويس. هخلطه كويس جدا مع الاوريو بتاعنا او بسكوت الاوريو اللي ضربناه كويس في الكبه بتاعتنا. بعمل زي حبيبات الرمله كده اهو زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى احط المكون التاني اللي هي كوبايه اللبن معاها معلقه العسل، بس مش هحط كله، هحط شويه شويه بحيث اشوف لو محتاج تاني هنحط. محتاج تاني، بسم الله. يبقى احنا حطينا كوبايه كامله من اللبن. انا هقلب الخليط كويس جدا وارجع لكم. بصوا حبايبي انا بقيت اخفق كده، بس حسيت وانا بعمل الكيكه بتاعتي حسيت ان هي محتاجه شويه لبن كمان. حطيت عليهم حوالي ربع كوبايه لبن، تمام، لحد ما وصلت للقوام بتاع بتاع اي كيكه زي ما احنا بنعملها. بصوا اهو، ولا تقيل ولا خفيف زي ما انتم شايفين كده، ولا تقيل ولا خفيف. انا هنا بقى بصوا مجهزه معايا الكبات بتاعتي او اللي انا هعمل فيها الاوريو بتاعتي. انا ده كب عادي، كب اللي بنشرب فيه الشاي، دهنته كده بالزبده. مش لازم توقفي نفسك لو انت مش عندك قوالب كب كيك، مش هتعملي بقى الوصفه دي، لا. بصي انا بديكي، انا بحب اعمل الحاجات اللي في متناول الجميع، مش هعجز بيها الناس. انا جبت كده مجموعه من الاطباق هتفضي فيها الاوريو بتاعي او الكيك بتاعي في الاطباق دي، بس مش للاخر، لنص المج او نص الكب، تمام، مش كل المج عشان تاخد وقتها في الخبيز. فهترتفع في الفرن عشان ما تخرجش بره الكب بتاعي. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، حطيت في الكب بتاعي مش للاخر، يعني سبت كده مكان للبيكنج عشان الخبيز وهو بيخبز الكيكه او الاوريو او الكب كيك بتاعتنا ياخد مساحته في الخبز. بصوا انا عملت منهم مجين، والطبق ده والطبق اللي هو ده، تمام. انا طبعا دهنت الكب بتاعي، انا قلت لكم من شويه بالزبده بلاش زيت. لو عندك نوع كويس من الزيت نضيف ملهوش ريحه ولا طعم وحش حطي منه، او سمنه. بس دايما اي حاجه بتخبزيها فيها حلويات لازم تدينيها بزبده، بتدي طعم احلى للحاجه، او حتى المعجنات. انا دلوقتي فاتحه الفرن على درجه حراره 180 وهدخلها فرن عادي زي اي كيكه، بس مش هتقعد 45 دقيقه، لا هتقعد تلت ساعه بالظبط او 18 دقيقه على حسب الفرن بتاعك. هسيبها وبرده هختبرها من النص زي ما بنعمل كده بالستيكس بتاعتنا او خله الشيش.
من النص كده هنعرف ان هي اتخبزت ولا لا. طب ما عندكيش خله هتعمليها بطرف السكينه بتاعتك. انا هحطها بقى ونشوف شكلها بعد ما هتخرج هتبقى عامله ازاي. بس معلومه اقولها لك عشان ما تنسيش، طبعا تكوني مسخنه الفرن قبلها بربع ساعه عشان تاخدي النتيجه ان شاء الله كويسه. انا رايحه وراجعه لكم تاني ان شاء الله. رجعت لكم بقى بعد ما خرجت بقى الكاب الاوريو بتاعي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو قعد اكتر من تلت ساعه، عشان كده قلت لكم حسب الفرن بتاعكم. بس بصوا الجمال، من كتر ما هو مظبوط عامل التشققات اللي انتم بتشوفوها دي، ده دليل على نجاح الكيكه او ال يعني الكاب اللي انت بتعمليه. بصوا الجمال، بصوا ريحتها والله العظيم تحفه. وصفة سهلة سريعة بسيطة مش مكلفة، عملناها من حاجات بسيطة جدا، كلها مكونات غذائية مفيدة، كلها حاجات مفيدة لأولادنا. عايزة اوريكم بس كده التجربة، او يعني هنقلب مع بعض. بصوا حبايبي، انا هنا قلبت الكوب بتاعي، بصوا بس هو سخن مولع. بصوا حبايبي، هنا انا قلبت الكوب بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بس هو سخن قوي. بصوا الجمال اهو زي ما انتم شايفين اهي الصوره كده مش مزومه. انا عايز اقول لكم سخنه مولعه. بصوا يعني حاجه كده من لا شيء عملناها. اتمنى يا رب تكون وصفتي عجبتكم. ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم، وجربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا لانها مش مكلفه خالص، ولا نستخدم بقى بيض ولا حد يستغلنا يقول لنا البيضه ب5 جنيه ولا ب2 جنيه ولا ب3 جنيه. هنعملها من لا شيء، هنفرح بيها اولادنا، وهنعمل كيكه سهله وسريعه مش هتاخد منك وقت خالص. يا رأي ما تنسوش بقى التعليقات الحلوه بتاعتكم اللي بتشجعنا ان احنا نكمل. ما تنسوناش بقى بالتعليقات الحلوه بتاعتكم اللي بتخلينا نكمل ويبقى عندنا حافز ان احنا نفضل مكملين. ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم، بقدم لكم كل وصفات سهله وسريعه وكمان على قد الايد. بحبكم جدا في الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك لو انتوا اول ما تشوفوا القناه، وتنزلوا تعملوا لايك وكومنت حلو منكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع سومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.